كي نقولوا العاصمه نقولوا المريقه البيضاء، يعني ناس العاصمه يعشقوا هذه المريقه. خليوا لي تعليقاتكم لتحت في لا فيديو باش هكذا نعرف شكون هما عشاق المريقه البيضاء. السلام عليكم ومرحبا بكم حبيباتي، ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. كيما راكم تشوفوا هنا جيتكم بكسكس مرق ابيض يجي بزاف بنين. هنا عندي طراف تاع الدجاج اللي كنت وريت لكم الطريقه كيفاش تحصلوا على هذه البيوضيه، كيفاش تنحيوا هذيك الصفاره تاع الدجاج. الفيديو راهو في القناه، اللي ما شافتوش نقول لك حبيبتي روحي شوفيه. نبداو على بركه الله. هنا بسم الله في طريقه التحضير. هنا عندي لا كوكوط تاعي، حطيت لها شويه تاع السمن وشويه تاع الزيت، ونحط المخصو تاع الدجاج. اللي مخصو تاع الدجاج ولا اللحم، يعني زمان كانوا يطيبوا بزاف باللحم الغنمي. نحط هذوك لي مورسو ما ندير لهم والو، نقليهم مليح في هذاك ليدام، ومن بعد تيك باش نديروا الملح ولي زيبيس وكامل. هذه هي باسكو علاش ما نديروش الملح من الاول؟ باش الدجاج تاعنا ما يطلقش الماء حتى ياخذ لي هذاك لو شوك اللي راني راح نحمرو. فوالا هذه هي. هنا عندي كميه تاع اللفت، كي نقولوا المريقه البيضاء يعني لو جو يجي باللفت الله الله، ولا بالقرعه ولا لا كورجيت ولا الكوسه الجريوات، يعني كل واحد واش يسميها. المهم عندي كميه نقيها نشلوها بالطبع. فوالا. دائما نحطو ساشي هكذا باش نخدمو خدمه بروبر، ومن بعد نروح لهذيك الخضره تاعي ونشلوها مليح مليح، يعني نشلل ونعاود هكا باش تنحى كامل هذيك التربه اللي تكون في الخضر. فوالا هنا تقدروا تزيدوا قطرات من الخل. ومن بعد خديت هنا حبه بصل تكون كبيره، ناشيها هكذا في الاشواغ، ولا كرفجوها، ولا تحبوا تقطعوها صغير صغير كيما حبيتوا، كل وحده تخدم كيما ما تخدم. ومن بعد راكم تشوفوا الدجاج تاعي كيفاش خدا لي هذيك التحميره. دوك هنايا نضيفوا البصل. من الاحسن ديروا حبه كبيره هكا باش هذيك المريقه تجيكم خويتره. تقدروا يعني حتى تربيو معها ولا ترحيو حبه لفت مع البصله هكذا باش تانيك تخطرنا المرقه. باغ اذا كانت ما عندكش البصله كبيره، فوالا يعني تسلكي راسك. هذيك تانيك استيس بزاف هايله. فوالا هنايا دوكا هنا نديرو الملح. المرقه البيضاء تجي بالفلفل الكحل والقرفه، يعني القرفه ديروا هكذا لا بودر، وتقدروا تزيدوا تانيك كما نقولوا ما تكثروش لا بودر باش ما تكحلكمش المرقه. ونديروا عود تاع القرفه. انا للفوائد برك زدت شويه تاع الزنجبيل. هذه هي باسكو الزنجبيل يمشي مليح مع الدجاج، وتانيك فيه فايده كبيره لصحتنا. هنا الطعام تاعي انا كو سوا تاع الباكي ولا تاع اليد نغسلهم. دونك كيفاش نديرو راكو شفتوا في هذاك اللوين انا عندي فيه تقابي، درت له شويه تاع الزيت باش ما يتعجليش كامل، ومن بعد شللته عادي، شللته وقطرته وراني درته في الجفنه تاعي باش ينشف. دوكا انا نولي للفت تاعي. شوفوا كيفاش راني خليتها هكاك حبات، وصح الحبه اللي تكون كبيره نقسمها اون دو باش هكذا تدخل لي البنه في اللفت تاعي، وميم طون تانيك كيما نقولوا ما تتحرحرليش، باش هكا كي نرفدها ومن بعد ونقطعها. وليت لهنا للطعام تاعي لقيتو كيما نقولوا نشف. راكم تشوفوا راني نحلو هكذا بين يديا، نحيلو كامل هذوك الكرات. فوالا نحل هذوك الكويرات. فوالا او ناشف مليح. هنا شوفوا كيفاش نشف. ومن بعد نحطوه يفور للمره الاولى. شوفوا البنات هنا انا ندير له الملح من الضربه الاولى، ماشي حتى نفورو. هنا يعني جربوا الطريقه راح تجي بزاف بنينه هكا كي تملحوا الطعام تاعكم في الاول. وبعد نحطو يفور فوق المرقه. يعني شوفوا البنات كي تفوروا الكوسه سوا طعام رشته، كي تفوروها فوق المرقه راح تجيكم بزاف بنينه. اكو شتو الكسكس تاعي دهنته بزويته. هنا درت الحميصه. فوالا ونديرو نمرقو بالماء سخون. اكو تشوفوا ما مرقتش بزاف باش كما نقولوا الخضره هذاك الدجاج والاخر يتشربوا كامل لي زيبيس، ماشي من الضربه الاولى تروحوا تمرقولو بزاف. هنا شوفوا كيف راني نشوف كي تخبطوا هكا يدكم الا ما لصقش في يدكم معناتها خلاص الطعام تاعكم راهو فار للفوره الاولى. ومن بعد نجيب هكا نسقيها انا من الفوق هكذا حتى نشوف الماء هبط لي هكذا من تحت.
نرمي هذاك الفائض تاع الماء ومن بعد نفرغ الطعام تاعي في الجفنه. فوالا هنا دوكا نبداو نحلو فيه. كاين ناس تفورو دو فوا وكاين ناس تفورو 3 فوا، دوك كل وحده كيما حبت. انا نفورو دو فوا، مي بصح دوكا كي نشوفو نشف يعني الا شتو مخصوص راح نزيد نرشو بشويه تاع الماء. هذه هي، نعطيلو برك الوقت ينشف ومن بعد تيك نشوف. واذا فورتوه الفوره الثانيه وشتوه جاكم يابس تقدروا تزيدوا له الفوره الثالثه. وهذه هي. هنا راني ضفت لاكورجيت تاعي باسكو لاكورجيت ما فيهاش الروح. هنا نديرو شويه تاع الزيت نواسيه كامل نسومو هكذا بيديا بناح نفورو الفوره الثانيه. فوالا نحلو كامل ما بين يديا، يعني ما بقاوش لازم ما يبقاش كامل هذوك الكرات. راكم تشوفوا الله يبارك شحال راهو شباب ما شاء الله. وهنايا راهو فار لي فوره تانية ندهنوه تحبوا بالزبده. كاين الناس تدهن زبده وزيت، بليتو زبده وسمن. كل وحده تدهن موش كيما مالفا ولا كيما تحب. هذه هي. فوالا هاوليك هنا بعد ما دهنتو نجو دوكا هنا نديرو هكذا في صحن التقديم نديرو له قريفه. الدجاج بعد ما نحيته حطيته حمرته شويه في المقله هكا بشويه تاع زبده. وهذا هو الطعام تاعنا والهدية الطويلة تاعنا البسيطة. الحمد لله. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. شوفوا كيفاش جاتني هذيك المريقات، جات الله خويترة. فوالا شاهدكم ان شاء الله في الجنة حبيباتي. نقول لكم جمعة مباركة عليكم. فوالا اللي فصلت معايا حتى لهنا نقول لكم يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم وفي امان الله.